البارح تقريبا جوج الليل ولا ثلاثة، غياب تام رجال الأمن. يعني الآلة الأمنية البارح في مدينة فاس كانت من كبة الاهتمام ديالها على الموسيقى الروحية. خصهم يحميو الناس اللي برومي كلاس، الناس اللي جايه من الرباط ولا جايه من دوله اخرى بحال الشعب هذا ما خصو غير الموسيقى. بينما في الوسط ديال المدينه اللي هي مدينه فاس مدينه عريقه غياب تام من رجال الامن. هذا من جانب، هذا الجانب الامني. بالنسبه للمقاربه ديال الاحداث اللي فات، هاد الناس اللي في العمل الاجرامي هما بدورهم راهم ضحايا، لانه الدوله المغربيه تعهدات على انها غتوفر لهم الاكل والشرب والسكن، ولكن هادشي كله ما توفرش لهاد الناس، خلاتهم عرضه في الشارع، بينما هي كتشد دعم الاتحاد الاوروبي على ان الناس هادو غتدعموا دمجهم في المجتمع وغيستافدوا من الخدمات ومن السكن ومن الاشياء هذا كله، بينما هما كيستافدوا من حاجه. بغض النظر على انهم من دول ديال جنوب الصحراء ولا المغاربه، راه اي واحد غيتعرض لنفس هذه الممارسات، الجويع والتفقير والحرمان من ابسط الظروف ديال العيش، راه النتيجه غتكون هي هذه، راه غيصرخ اي واحد، راه ما غيلقى ما غياكل، غادي ياكل الانسان. بالضبط شنو وقع هنا في القيساريه؟ مجموعه ديال الافارقه، فتحنا على افارقه من دول جنوب الصحراء، سلوا القيساريه، كبلوا العساس بعد ما بدا المقاومه، خشاو له شي حاجه في فمو باش ما غاديش يغوت. السبب ديال الوفاه واش هو ناتج على الاختناق ولا انهم جهزوا عليه؟ لا، الامن هو الناس المسؤولين عن التشريح هما اللي غادي يقولوا شنو السبب ديال الوفاه. لولا تدخل ديال مجموعه ديال التجار اللي هما كيسكنوا قرابين من القيساريه، اما رجال الامن فكانوا في سبات عميق. لولا تدخل ديال هذا المواطنين اللي كيسكنوا قرابين من القيساريه والتجار زائد العساس مسكين اللي كيبقى هنا وفق الكلب ديالو، هو اللي حس بشي حاجه ماشي هي ديك، سمع الريديوز كيتحلوا ودخل واستعمل الهاتف ديالو وعيط لمجموعه ديال الناس، واللي هما ساهموا في القاء القبض على احد الجنات. لولا ان هاد الناس هادو دخلوا ما غنعرفوش الهويه ديال هادو اللي في هذا العمل هذا. وقعت شي سرقات؟ كانت سرقه، الهدف هو السرقه. مجموعه ديال الناس تم الاتلاف ديال الممتلكات ديالهم، التسلق ولا تدخل ديال كما قلت ديال هاد الناس اللي كيسكنوا بجوار القيساريه. ما كناش نعرفوا شكون اللي نفذ هذه العمليه هذه، وكنحملوا المسؤوليه